عايش مع باباه ومامته مبسوطين جدا، عايشين عيشة سعيدة، والأب عمال يعمل حركات للولد زي ما انتوا شايفين، ويخليه قاعد مبسوط وبيلعب معاه كل الألعاب. والعيلة كانت حياتها سعيدة وبيقولوا لعبة وعايشين آخر انبساط. يا ترى القصة هتخلص عند كده؟ لا طبعا. الولد كان مروح هو وباباه ومامته من البيت، وفجأة كان في سواق تاكسي كان نايم وخبط العربية بتاعتهم، قلب لباباه ومامته العربية. هما التلاتة وقعوا من العربية وجا الإسعاف عشان تنقذهم، بس الست دي كانت بتحاول تنقذهم مع الإسعاف. لما صحي من النوم في المستشفى قالوا له للأسف أنت الوحيد اللي نجيت من الحادثة دي. الولد كان زعلان جدا ومش عارف يعمل ايه بدون أهله، والدكتور كان مش عارف برضه يعمل له أي حاجة. بعد ما دفن باباه ومامته راح كان بيدور على حاجة يعملها، راح على البيت بتاعهم عشان يرجع بيته. يا ترى يلاقي مين قاعد في البيت بتاعه؟ ايه ده؟ دي عمته وجوز عمته. ايه اللي حصل لهم؟ قالت له لا خلاص البيت ده بقى بتاعنا، انت دلوقتي لازم تطلع برا البيت، احنا من هنا ورايح احنا اللي هنعيش في البيت ده. على طول طردوه من البيت، وهو كان عمال يعيط ويفتكر باباه ومامته اللي كانوا عايشين معاه عايشين آخر سعادة. كان بيحاول ينام في الجنينة، بس الست دي قالت له ما تنامش في الجنينة بتاعتي. هو مش عارف يروح فين، المدينة كلها محدش عارف يستضيفه عنده، محدش عارف ياخد باله منه. طول الوقت عمال يفتكر الذكريات الجميلة اللي كانت مع باباه ومامته. مش حد قال له ايه رأيك تيجي تشحت معايا؟ انا ممكن نشحت الفلوس سوا ونقسم مع بعض. قال له انا جعان جدا دلوقتي. قال له خد حتة العيش دي انا هعزمك عليها، بس ابقى تعالالي على الناصية اللي انا بقعد فيها ونشوف ايه اللي ممكن نعمله. كان الولد قاعد على الناصية عمال يشحت فلوس عشان ياكل او يعمل اي حاجة يشربها، بس مش لاقي اي حد بيرضى يعطف عليه. حتى التاجر ده، التاجر قاعد عمال يغني للبضاعة بتاعته، والتاجر التاني بس محدش راضي يديله حتى سندوتش يقعد ياكله. ده الناس كمان بتقوله انت بتبصلنا في الاكل بتاعنا، طب خد خد خد. لغاية لما بتيجي الست الأمورة دي تقوله انت ايه اللي حصل لك؟ انت خد السندوتش ده كله، ده سندوتش جميل ولذيذ، انا هسيب لك ده وشوية وهعدي عليك حاجة تانية. الولد اخيرا حس بالحنان من طرف، وهو مكانش عارف يعمل ايه تاني، بس فضل قاعد في الجنينة مستني الست تعدي عليه مرة تانية. قالت له ها خد يلا خد شوية مية اشرب، وكمان خد فلوس اشتري لنفسك اللي انت عايزه. وهي ماشية الكارت بتاعها وقع، راح مديها الكارت قال لها يا ستي الكارت ده وقع منك، رغم ان هو غلبان ومحتاج الفلوس، بس عرف يرجع لها حاجتها. هي حست ان هو متربي كويس. بس الاتنين دول قالوا له انت دلوقتي بتغلس على الستات اللي عندنا، طب خد خد خد. هو ما عملش اي حاجة وحشة، هما اللي بيأذوه بس. بعدين الست جت تدور عليه، طبعا ما لقيتهوش لان هو راح يدور على حتة تانية يعيش فيها. سألت الناس اللي ضربوه عليه، بس طبعا ما حدش قال لها اي حاجة. بتسأل اي حد عليه، حتى الراجل اللي هو كان بيشحت معاه، بس برضه ما لقيتهوش. وفجأة لقيته مستخبي تحت الكوبري، وقال لها الاتنين دول ضربوني وقالوا لي امشي من منطقتنا. راح طبعا مشي. قالت له طب انا عندي عرض ليك، ايه رأيك تيجي تعيش معايا في بيتي انا وجوزي، احنا ممكن نتبناك. وفعلا راح يعيش معاها هي وجوزها، بس طبعا الراجل ما كانش متقبله، ليه يصرف على حد اصلا مش ابنه؟ هو ده كان فاكر ان هو هيفضل يصرف عليه طول الوقت، لكن الولد كان مفيد فعلا وكان طيب واخلاقه كويسة، بيفطر ويتغدى معاه ويتعشى معاهم، وكمان كان بيذاكر وشاطر في المدرسة. الراجل قال لها احنا ليه نستضيف حد مش من عيلتنا ونفضل نصرف عليه من فلوسنا؟ الست ما كانتش عارفة ترد تقول ايه، بس هي كانت مبسوطة ان هم ما عندهمش اولاد، وكان نفسها يبقى عندها ولد. الراجل قال لها الولد ده مش مفيد في حاجة، اصلا مش بيفيدنا في اي حاجة. والراجل كان على طول متضايق من الولد، وعلى طول بيقول له اطلع برا بيتي واقعد برا البيت. والراجل الشحات كان بص عليه قال له ايه ده، انت سبت الشغلانة بتاعتنا؟ قال له اه ما انا رحت عند الست، بس في الاخر جوزها طردني من البيت. قال له ولا يهمك، انت دايما هتلاقي مكانك عندي هنا، وتعالى معايا واحنا نقدر نجيب برضه فلوس ونصرف على نفسنا ولا محتاجين لحد خالص. الست قعدت تدور وتقول الولد ساب البيت وراح على فين، جوزها قال لها انا معرفش هو ايه اللي مشاه، بس يلا كده احسن.
الولد رجع البيت وقال لها ازيك، بصي انا دلوقتي معلش هرجع اقعد معاكوا شويه وبعدين هبقى امشي لما الاقي مكان اقعد فيه. طبعا الست كانت مرحبه بالموضوع جدا، والولد طول الوقت بيحلم باهله وما بيحلمش بحاجه غير ان هو رجع يقعد مع اهله، وفرحان ان هو اهله بايتين معاه في البيت. بس مع كل اسف ده كله حلم بس، مفيش حقيقه في الموضوع. لما بيصحى ما بيلاقيش غير اللعبه اللي اهله جابوها له. الست تاني يوم ماشيه وسايبه البيت برضه رايحه الشغل بتاعها. الراجل قال له بص بقى، انا دلوقتي قلت لك تمشي بالذوق، لكن لو انا شفتك هنا في البيت تاني مش هيكون اخرتك كويسه. الولد خاف جدا وراح سايب البيت فعلا. الراجل حضر الغدا بتاعه وقاعد يتفرج على التلفزيون ويضحك ويفرحان. راح فجأة الأكل نسيه في الفرن، والأكل اتحرق وحرق الفرن وحرق البيت كله. الولد كان قاعد على الرصيف مش عارف هيروح فين وعمال يفكر، وافتكر إن نسي اللعبة بتاعته في البيت. لما رجع عند البيت لقى البيت والع والراجل واقع على الأرض في البيت، بس البيت كله بيتحرق. الولد فكر هعمل ايه. راح قرر ان هو هينقذ الراجل مع ان الراجل كان بيأذيه، بس الولد هو برضه اخلاقه كويسة وفعلا اخد الراجل وطلع برا البيت. راح البيت انفجر وهم اخدوا الراجل والولد على المستشفى وكمان طفوا الحريقة، بس طبعا كانت حرقت البيت كله. دلوقتي هم مش عارفين ان الولد هو اللي انقذ الراجل، بس هو الولد عارف ان هو انقذه وقعد يفتكر ذكرياته الجميلة مع باباه ومامته، وده كان حافز ان هو يساعد الراجل. طبعا الولد لما خرج من المستشفى الراجل قال له انا اسف، انا ظلمتك كتير، بس انت كنت كويس معايا، من هنا ورايح انا هعملك زي ابني ويمكن احسن كمان. ودي النهاية السعيدة بتاعت حلقة النهاردة. عجبتكم ولا ما عجبتكوش؟